الأزمات التي نتعرض لها هي أزمات متكررة. كيف وصلت بنا الحياة إلى أن نتكلم الآن عن مكانة الأم؟ مكانة الأم في العصر الحديث يعني تلاشت. الأسرة يجب أن يتطور تقييمنا لها لأنه الظروف اختلفت. بدون أسرة ينهار المجتمع. لدينا الكثير من المشكلات داخل المجتمع التي أصبح من شأنها أن نعيد النظر في بعض هذه الأوضاع. كيف نستفيد من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كيف لأمة اقرأ أن تكون أمية؟ المصيبة إن احنا فعلا أصبحنا لا نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات البرنامج من رحاب الأزهر الشريف، وفي ضيافة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. نبدأ معكم حلقة اليوم. بعد أن تناولنا في حلقات سابقة بعض سمات وخصائص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قمنا باستطلاع رأي بعض المشاهدين حول هذا الموضوع. والله احنا كمسلمين يعني المفروض يعني ما كل اهل البيت او الصحابه ما صحش ان احنا نغلط في اي حد يعني. ربنا سبحانه وتعالى فضل الناس ديت وكرمهم، وما يصحش اللي هو بيحصل دوت، وطبعا غلط وحرام طبعا. دول ناس اولا لا يعرفوا عن الدين اي شيء، ولا يعرفوا عن اصول الدين ولا الاسلام اي حاجه، والدليل على كده ان هم لو يعرفوا عن اصول الدين اي شيء ما كانوش وصلوا للمرحله ديت. المفروض قبل ما حد يعمل اي حاجه يكون في ناس علامه تفهمه كده، عشان كده غلط وحرام وبيحط نفسه في متاهات. انا اسال للسيده عائشه وبكره يروح للسيده نفيسه وبكره يروح غلط طبعا. الصمت خير، يعني احسن حاجه للناس اللي زي دي، لان انت بتحط نار على بنزين. يعني انت مجرد ما بتتكلم وبتقول كذا وكذا وكذا، هم طبعا بيلاقوا مناخ ان هم يشعشعوا ويلعلعوا في هذا الموضوع. بالعكس، الصمت هو خير وسيله للرد على هؤلاء الناس. ونستكمل مع مشاهدينا الكرام فضائل وخصائص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وخاصة في مجال الحديث الشريف واستدراكاتها على بعض الأحاديث لتوضيح المعاني الحقيقية لها. فضيلة الإمام، تناولنا موضوع السيدة الكريمة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين في حلقات سابقة، وتوقفنا عند استدراكات أم المؤمنين رضي الله عنها على الخلفاء الراشدين وعلى الصحابة في الأحاديث الشريفة. نستكمل مع فضيلتكم هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد. هذا الجانب من جوانب السيدة الكريمة الجليلة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، جانب واسع جدا. نعم. واستقلت به كتب معروفة في بعنوانات مثل استدراك السيدة عائشة على الصحابة، ومثل أيضا الإجابة على الاستدراك على الصحابة،
من لأجل ذلك طبعا لا نستطيع أن نستقصي كل ما ورد في هذه الكتب من أمثلة، لأنها مثلا استدركت على أبي هريرة رضي الله عنه في حوالي 11 مسألة. استدركت على سيدنا عمر في مسائل، استدركت على ابن عباس رضي الله عنهما في مسائل، استدركت على عبد الله بن عمر، استدركت على عبد الله بن عمرو بن العاص. لها استدراكات كثيرة جدا. وهذا يدلنا على كم كانت هذه السيدة على علم دقيق ووعي عميق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف قالها، والظروف والملابسات التي قالها فيها النبي صلى الله عليه وسلم. عادة ما يذكرون أن يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حينما كان في مرض الموت الأخير زارته ابنته السيدة عائشة فسألها عن كفن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما كفن، أو يعني في كم ثوب كفن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له يعني في 3 أثواب بيض. فقال سيدنا أبو بكر وأنا أيضا كفنوني في 3. فقال ثوبي هذا اغسلوه وزيدوا عليه 2 ثوبين، زيدوا عليه 2 ثوبين من الأثواب التي كان يلبسها. نعم. فقالت له السيدة عائشة يعني أفلا نشتري لك جديدا؟ فقال لا، فإن الحي أحق بالجديد من الميت. يعني شوف نظرة الناس ونظرة الذين كانوا والرجال الذين كانوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم. يريد أن ينفق ماله فيما هو أولى. طبعا في شوف نعم يعني ينفق. لا ما فيش داعي انك تشتري لي كفن، أنا عندي 3 أثواب بيض كفني فيهم. وقارن بين هذا وبين ما يحدث الآن من يعني مظهريات كاذبة حتى في الجنازات، حتى في المقابر، حتى في كل هذه الأمور. فعلا الحي أولى بها من الميت كما قال سيدنا أبو بكر. وكان هذا اليوم يوم اثنين أيضا، فلما سأل عن اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قالت له سيدة عائشة يوم الاثنين، فقال أرجو أن يكون فيما بيني وبين الليل. وفعلا توفي في مساء الاثنين اللي هي ليلة الثلاثاء. يعني كانوا يرجعون إليها إذا استفسروا عن كان كفن النبي صلى الله عليه وسلم كم توفي يومي إلى آخره. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يحدث، وأعتقد أن احنا أشرنا إلى هذا في حلقة سابقة، كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يعذب الميت ببكاء أهله. نعم. فلما بلغ السيدة عائشة هذا الحديث أو هذه الرواية عن سيدنا عمر قالت يا ما معناه يرحم الله عمر، والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بذلك. ثم قالت حسبكم القرآن. نعم. القرآن لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. والسيدة عائشة هنا من أدبها ومن احترامها لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين قالت يعني إنكم لا تحدثوني عشان عبد الله ابن سيدنا عمر. نعم. عبد الله وأبيه عمر، إنكم لا تحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. يعني شوف هي ما اتهمت سيدنا عمر بالكذب ولا بالخطأ، ولا قالت أخطأ عمر ولا قالت كذا وكذا، وإنما قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين وإن السمع لا يخطئ ولكن السمع يخطئ. يعني انظر إلى أدب السيدة عائشة مع سيدنا عمر، وانظر إلى الآن الذين يزعمون أنهم من أحباب آل البيت أو من شيعة آل البيت أو من أولياء آل البيت، ثم يطلقون ألسنتهم بغير حساب في سيدنا عمر وسيدنا أبي بكر وسيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
بعض المشاهدين رأوا الحلقة الماضية وتساءلوا حول هذا الحديث تحديدا، وكيف إذا أوصى الميت أهله بأن يبكوا عليه؟ شوف يا سيدي، هذا يعني كتاب الإجابة، يعني في كتب تريد أن تنتصر لرواية مثلا أبي هريرة أو رواية سيدنا عمر، وتحاول أن تجيب. خذ بالك كلام السيدة عائشة كلام موثق بالقرآن الكريم. نعم. وهي عندها أن من علامات ضعف الحديث أن يخالف القرآن الكريم. حينما يرى القرآن، حينما يقرر القرآن الكريم أن كل إنسان مسؤول عن نفسه، وأن الإنسان لا يسأل عن غيره. نعم. كل نفس بما كسبت رهين. القرآن كده. فكيف يعذب ميت ببكاء أهله؟ كيف يعذب بشيء لم يفعله هو ولم يتحمل مسؤوليته وإنما فعله غيره؟ فمن هنا حاولوا أن يعني يثبتوا هذه الرواية أو يجيبوا، حتى الكتاب اسمه الإجابة، حاولوا أن يجيبوا على ما قاله سيدنا عمر، فقالوا إنه يقصد، يعني لعله يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أوصى الميت بأن يبكى عليه أو يعني يولولون أو يصرخون كما يحدث في بلادنا، فهذا هو الذي يعذب بهذا البكاء. نعم، إذا كان الأمر كذلك هذا صحيح، لكن الحديث هكذا، إن الله لا يعذب الميت ببكاء أهله، لا مطلقا هذا لا يمكن. وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكى في على سيدنا إبراهيم وأن العين لا تدمع. نعم. فهل كان يريد أن يعذب سيدنا ابنه سيدنا إبراهيم؟ وأيضا كانوا الصحابة يبكون على موتاهم. فهل ده معناه أنهم كانوا يعذبون؟ طبعا واضح أن السيدة عائشة صريحة جدا، وأن لا يمكن أن يعذب الميت ببكاء أهله. إن قلنا كنوع من التقريب أو كنوع من الإجابة يقصد كذا فليكن. نعم، إن من يوصي بأن يبكى عليه هذا يعني يتحمل هذا الوزن، لأن ده أصبح من عمله أو أصبح بوصيته، أو يعني هو مشارك في هذا العمل أو منشئ لهذا العمل. لكن بشكل مطلق إن الله لا يعذب الميت ببكاء أهله فقط، لا طبعا. يعني كما قالت السيدة عائشة: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. فضيلتكم، عندما كان الصحابة يرجعون إلى رضي الله عنها وأرضاها عائشة أم المؤمنين، كانوا يتقبلون استدراكاتها على الأحاديث بمنتهى السهولة نظرا لقربها من صلى الله عليه وسلم. كان قولها حجة، كان قولها حجة، وكانوا يعلمون أنها تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ليس هناك واسطة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنها كانت أعرف بالأعمال التي لا تنكشف لسائر الصحابة، أعماله صلى الله عليه وسلم في بيته. نعم. كلها مروية عن السيدة عائشة. فهذا نوع من الاستدراك على سيدنا عمر. أيضا استدركت على أبي هريرة رضي الله عنه، وهو رجل مشهور عندنا نحن أهل السنة في الحديث، وهو من أعمدة رواة الحديث. استدركت عليه حينما كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدابة والدار. فالحقيقة هي السيدة عائشة أنكرت هذا تماما، وقالت: أبدا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون إن الشؤم في ثلاث، في الدار، المرأة والدار والدابة. وأيضا في أحاديث كان سيدنا يعني يروى عن سيدنا أبي هريرة أنه كان يقول: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير من أن يمتلئ شعرا. نعم. السيدة عائشة على طول لما عرفت يعني من فورها أو سمعت أن أبا هريرة يحدث بهذا الحديث قالت: لم يحفظ الحديث. نعم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما
خير من أن يمتلئ شعرا هجيت به، لأن كان في كثير من المشركين ومن اليهود بالذات كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينشئون في ذلك قصائد تسير بها الركبان، وكان بعض الناس يحفظها من شعر الهجاء. شعر الهجاء يعني شعر الذم والقدح وشعر المثالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كنوع من محاصرة هذا الإعلام السيء القبيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير من أن يمتلئ شعرا هجيت به، يعني الشعر الذي يهجوني به الكفار وبعض اليهود في ذلك الوقت. إذن هي استدركت على أبي هريرة رضي الله عنه هذا، وقالت بصراحة لم يحفظ الحديث، يعني حفظ شيئا ونسي شيئا. عندنا أيضا أمرين، أمر عن ابن عباس وده مهم برضو. هذا الأمر هو قالوا لها أن ابن عباس كان يقول من أهدى هديا، يعني كان في نظام زمان الناس ترسل الهدي، يعني تجيب هدي مثلا ناقة جمل أي شيء ثم تقلده بالقلادة ويرسل في أول يعني في أيام الحج لينحر في يوم العيد في منى، وقد لا يحج إنما هو يسوق الهدي. فكان يقول من يعني أهدى هديا فإنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، يعني إذا وداه في أول يوم ذو الحجة ده يقعد 10 أيام لا يحلق ولا يقص الأظافر ولا يتطيب ولا كأنه حاج محرم. فهي أيضا لما سمعت هذا الكلام نفت هذا الكلام وقالت يعني والله كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هي اللي كانت تفتل القلائد، يعني يقلد بحبل أو يقلد، ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم كان يرسلها مع أبي بكر، يعني يرسلها إلى الحج. وما كان يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي وفي نفس الوقت كان لا يلتزم بالمحرمات التي تترتب على الحج المحرم. يعني كان يتطيب وكان يغتسل وكان يفعل كل شيء. كان يتطيب، كان يغتسل، كان يقص أظافره، ما فيش أي يعني مشكلة في هذا. وحضرتك حتى أيامنا هذا، يعني أنا سئلت من أسبوعين ومن ناس فضلاء مثقفين، احنا يعني عندنا الأضحية، يعني حتى الناس الآن سحبت هذا الحكم على الأضحية، ويقولون إن الذي يضحي من أول ذو الحجة إلى يوم عرفة عليه أيضا الحد يوم العيد، عليه أن لا يقص أظافره ولا يحلق شعره ولا يتطيب. هذا الكلام سائد الآن، لكن الكلام ده غير صحيح. وحجة الذين يعني أنكروا هذا هو حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الهدي ويهدي الهدي وفي 10 أيام ولم يحرم عليه شيء مما أحله الله له. إذن أخذ لبال حضرتك يعني المسألة دي أنا تدبرت فيها، مسألة لماذا أخيرا ظهرت أن كل مضحي يبتدي يسأل يا إخواننا أنا قالوا لي ما لا تقص الشعر ولا تقلم الأظافر إلى آخره. الفقه في هذا
هو أن الإمام أحمد أو فقه الحنابلة نعم. هو الذي يرى هذا الحديث، يرى أن يحرم على المضحي ما يحرم على الحاج. لكن عندك الإمام مالك لا، الإمام الشافعي لا، أبو حنيفة لا. فشوف حضرتك لما يروج هذا الرأي الحنبلي في بلاد ليست حنبلية، ويراد أن يطفأ فقه الإمام الشافعي وفقه الإمام أبي حنيفة وفقه الإمام مالك رضي الله عنه. طبعا هذا وضع يعني غريب، يعني أن يفرض هذا الشيء ويشاع بسرعة وينتشر في العائلات، وكل واحد يسألنا ايه رأيكم يا اخوانا، انا متعود بحلق دقن الصبح، متعود بحط كولوني، بقلم اظافري، ويقولون لهم يحرم عليكم هذا. هذا الكلام في مذهب الحنابلة فقط. اما في مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب ابي حنيفة ومصر كده، مصر احناف وموالك وشافعية، يعني احنا لسنا حنابلة، ده طبيعتنا من زمان. فهذا هذا الحديث الذي روته السيدة عائشة، وأنها كانت تفتل القلائد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد الهدي وكان يرسله، ثم بعد ذلك يفعل كل هذه الأمور. هذا هو حجة الأئمة الثلاثة، ولذلك نحن نفتي هنا بأن المضحي لا يلزمه شيء مما يلزم الحاج المحرم، وهذا بإجماع الأئمة كما تفضلتم فضيلتكم. نعم، يعني بإجماع الأئمة الثلاثة. نعم. ولكن الإمام الإمام ابن حنبل، ونحن نحترم هذا الرأي ونقدره، ولمن أراد أن يتمسك بمذهب الإمام أحمد بن حنبل شيء جميل، ولكن لا يعممه على الناس. نعم، ولكن التعميم ومصادرة المذاهب الأخرى هذه هي الخطورة، وهذا هو الذي نتصدى له. لا تقولوا إن هذا المذهب هو المذهب الصحيح، وأنتم يا أهل مصر كل الكلام ده أنتم غلطانين وأنتم بتتعبدوا خطأ. هذا الكلام أبدا. أنا أتعبد على مذهب الإمام مالك وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة مثل مذهب الحنبلي تماما. وللناس سعة، من أراد أن يلزم نفسه بمذهب أو بفتوى الإمام أو برأي الإمام أحمد في أنه يحرم على المضحي ما يحرم على الحاج، لا نقول له أنك أخطأت، ولكن حينما يقول إما أن تكونوا على مذهب الإمام أحمد وإما أن الأضحية غير مقبولة، هذا هو الخطأ وهذا هو الجهل بعينه. فضيلتكم، وماذا عن باقي استدراكات أم المؤمنين؟ نعم، رضي الله هناك عنها برضو استدراك ربما يهم الناس، استدراكها على عبد الله بن عمرو بن العاص، كان بلغها أنه كان يقول أو يأمر النساء أن ينقضوا رؤوسهن في غسل الجنابة. نعم، يعني يحلوا شعرهم في الاغتسال الشرعي من الجنابة. فهي حتى يعني غضبت وشعرت بشيء من المرارة وقالت ألا يأمرهن بحلق رؤوسهن؟ قالت يعني أفضل لك أمرهم بأنهم يحلقوا شعرهم بقى بالمرة وخلاص. فقالت يعني كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم وكنت أفرغ على رأسي 3 إفراغات، يعني 3 مرات ماء وخلاص دون أن تنقض شعرها. وهذا هو الموافق لحديث أم سلمة، وقالت إن امرأة أشد على ضفر رأسي، يعني تضفر شعرها وتشد عليه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أفأنقضه في غسل الجنابة؟ فقال لها لا، يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، يعني من الماء 3 صبات كده من الماء، ثم تفيضين الماء عليك الماء فتطهرين. نعم، هذا هو ويعني معظم الأئمة يرى أن إذا كان الضفر يعني ضفر شديد ممكن تفيض الماء 3 على رأسها. بعض الأئمة يرى أنه إذا كان هذا الضفر يمنع وصول الماء إلى البشرة التي تحت الشعر، أو أن الشعر مربوط بضفائر من خيوط يمنع الماء من الوصول إلى أصل الشعر،
فقالوا لا، هنا لا بد لها من. على كل حال الأمر موسع والأمر سهل وميسر. هذا هو يعني ما نستطيع أن نقول. طبعا هناك حوالي أكثر من 45 استدراك. يبقى أن نقول أنها رضي الله عنها وأرضاها ماتت وسنها 67 سنة، وماتت في 17 من رمضان، في رمضان، رضي الله عنها وأرضاها. وسنة 58 هجرية في آخر أيام أو في آخر إمارة معاوية. ومن تواضعها أنها أوصت، قالت لا تدفنوني معهم وإنما ادفنوني مع صواحبي في البقيع، يعني أرادت أن تدفن مع صواحبها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع. ولما سئلت قالت حتى لا أتميز عليهن، يعني كانت حتى في موتها مثالا للتواضع ومثالا لعظمة بيت النبوة رضي الله عنها وأرضاها. ويعني أختم كلماتي بتحذير المضللين من أهل السنة. الآن نرى بعض الناس، بعض الشباب ضللوا حقيقة وجرؤوهم على أن يعتقدوا أن السيدة عائشة عدوة للسيدة فاطمة، وأن سيدنا أبو بكر عدو للسيدة فاطمة، وأن سيدنا عمر عدو للسيدة فاطمة. وربما يعني نخصص حلقة لهذا الكلام. أكرر وأنبه وأحذر شباب أهل السنة جميعا رجالا ونساء من أن يبلعوا هذا الطعم. الذي يقول ذلك على السيدة عائشة هو في اعتقادي والله من أهل جهنم ومن أهل النار، وهو مجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون مجترئا على زوجه التي كان يحبها. شكرا لفضيلتكم.